الكحك بتاعنا النهاردة هنعمله على البارد وهنعمله على طول من غير ما نسيبه يخمر معانا. الكحك بتاعنا النهاردة ناعم ودايب وبصراحة حلو جدا وريحته كانت قلبة الشقة زي ما انتم شايفين شكله كده. تعالوا بينا نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه. لكن من فضلكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل، وياريت كمان لايك وشير للفيديو. اول حاجه هنا معايا كيلو من الدقيق، طبعا ده دقيق متعدد الاستخدامات يا بنات، جايبه الكيلو ب10 جنيه. وطبعا انا هعمل 3 كيلو، لكن انا هشتغل معاكم بس على مقادير الكيلو الواحد، وهسيب لكم مقادير ال3 كيلو في صندوق الوصف علشان لو حابين تعملوا 3 كيلو. طبعا هنا انا اخدت الدقيق بتاعي ونخلته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. ده كيلو من الدقيق يا بنات انا بشتغل بيه دلوقتي. كيلو الدقيق هضيف ليه كوبايه من السكر البودره، وطبعا انا هاخد برضو السكر البودره هنا وهبدا ان انا انخله زي ما نخلت الدقيق بالظبط. طبعا عشان لو في اي تكتلات او اي حاجه كده تطلع معايا في المصفى ما تنزلش في الدقيق بتاعي. شايفين؟ وهنا بقى دلوقتي هنضيف مقدار معلقه صغيره من الفانيليا او باكت صغير كده من الفانيليا. بصراحه انا بشتري الفانيليا اكياس كده بتبقى موجوده في علبه، بصراحه ريحتها حلوه جدا. طيب ضفنا هنا كيس فانيليا. هضيف كمان مقدار معلقه كبيره من الخميره الجافه او الخميره الفوريه. زي ما قلت احنا بنشتغل دلوقتي لمقادير كيلو واحد من الدقيق. خلاص هنضيف بقى الخميرة بتاعتنا، وهنضيف كمان مقدار معلقة ونص صغيرين لكيلو الدقيق، برضو معلقة ونص صغيرين من البيكنج باودر لكيلو الدقيق. طبعا انا بحاول اوضح لكم على قد ما اقدر، وزي ما قلت لكم هسيب لكم مقادير الكيلو ومقادير ال3 كيلو كمان في صندوق الوصف علشان لو احتجتوا او حبيتوا ان انتم تعملوا كمية اكبر من كده. انت بتاخدي مقادير الكيلو بقى وتضربي في الكمية اللي انت عايزاها، يعني ظبطي كده على حسب الكمية اللي انت عايزاها. طبعا هنا هنضيف كمان مقدار معلقتين كبار من اللبن البودرة، واللبن البودرة هنا اختياري. طبعا انا هاخد العجان بقى كده هشتغل عليه، لان انا بصراحة مش هقدر ان انا اشتغل على ايديا، علشان انا قلت لكم قبل كده ان انا عندي مشكلة في ايديا. فلو مش عندك عجان تقدري تشتغلي انتي على ايديكي عادي خالص، مفيش اي مشكلة. طبعا هنا هنبدأ نقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعضيها كويس جدا علشان كل المكونات اللي عندي تختلط ببعضيها. كمان هدي هنا كده تقليبتين بالمعلقة بس، بحيث ان انا اساعد مع العجان والم كل الدقيق اللي في الجناب. هنا الميزان بتاعي هبدأ بقى اخد حوالي 500 جرام من السمنة، يعني نص كيلو من السمنة لكيلو الدقيق. وانا هنا خلطت سمنة بلدي مع سمنة نباتي، وطبعا السمنة هنا على حسب راحتك انتي، تقدري تستخدمي بلدي بس او نباتي بس، او ممكن كمان تستبدليها وتستخدمي زبدة برضو زي ما قلنا، ده على حسب راحتك انتي. السمنة عندك بتبقى نص مقدار الدقيق. خلاص اي كمية دقيق هتعمليها تعملي السمنة نص مقدار الدقيق عشان يطلع مظبوط معاكي. طبعا هنا نزلنا بقى كده بالسمنة من الصفيحة على طول. عايزة اقول لكم السمنة من الصفيحة على طول على البارد، يعني ولا قدحت السمنة ولا سخنتها، اخدت من الصفيحة على طول وبدأت ان انا اشتغل على طول. تمام. طبعا هنا بحاول بقى، دي عملية البس اللي بنقول عليها. طبعا زي ما قلت ما عندكيش عجان، ابدأي ان انتي بس كده العجين على ايديكي. البس ده ان احنا بنخلط كل مكونات السمنة اللي عندنا بالدقيق. تمام. والعملية دي مهمة جدا علشان الكحك بتاعك ينجح معاكي، ان انتي توزعي السمنة كويس جدا على الدقيق لحد ما تبقى رملية معاكي بالشكل اللي انتي شايفاه ده. خلاص كده. طبعا دلوقتي هنشوف كده هنعمل ايه تاني. هنا بقى بعد ما تأكدنا ان السمنة والدقيق اختلطوا مع بعض كويس، هاخد من كوباية الا ربع لكوباية من المية. ده طبعا على حسب نوع الدقيق، فانتي ما تضيفيش المية مرة واحدة، هنضيف المية بالراحة كده علشان العجينة بتاعتنا تطلع مظبوطة معانا. العجينة هتطلع مظبوطة ازاي هقول لكم على ده عملي دلوقتي داخل الفيديو، هنشوف كده ايه اللي هيحصل معانا. طبعا هنا انا ما ضفتش كوبايه الميه الا ربع كلها، لا انا ضفت جزء منها كده، نصها تقريبا، نص الكميه،
وبدأت اشوف العجينة بتاعتي هتحتاج معايا مية تاني ولا لا. طبعا هي لسه هنا ناشفة ومفرولة، يعني محتاجة مننا مية. زي ما قلت ده على حسب نوع الدقيق يا بنات، فالمية لازم نضيفها بحرص شديد. انا هنا كده ضفت الكوباية الا ربع كلها، وهنشوف بقى كده العجينة هتظبط معانا برضو ولا لا. خلاص هنشوف دلوقتي داخل الفيديو العجينة المظبوطة بتبقى ايه هي المواصفات بتاعتها. هنا بقى بعد ما المية كده اختلطت مع العجينة بتاعتي هبدأ ان انا اختبرها. هنختبرها ازاي؟ هناخد جزء صغير كده وهنبدأ ان احنا نكوره وهنضغط عليه بصبعنا. اذا العجينة شققت معانا يعني العجينة ناشفة ولسه محتاجة مننا ان احنا نزودها مية. هي بصراحة كده كانت تعتبر مظبوطة، لكن عملت معايا شق صغير من تحت، معرفش انتوا شايفينه ولا لا. فانا لسه هضيف كده ميه، فانا مقدار الميه اللي هضيفه هيبقى مقدار بسيط جدا. يعني انا هنا ضفت حوالي معلقتين، طبعا انا مش هضيف الكميه دي كلها، ده انا هضيف حوالي معلقتين اكل ميه بس مش كتير، يعني حاجه خفيفه جدا بس علشان الشق الصغير اللي ظهر معايا ده. الميه لازم نزودها بحرص شديد جدا علشان العجينه بتاعتنا متبصش معانا. يعني برضو كده كيلو دقيق ما اخدش مننا، او نقول اخد مننا كوبايه ميه. خلاص هنا بقى هنشوف العجينه كده ظبطت معايا ولا لا. وعايزه اقول لكم مش شرط ان كيلو دقيق ياخد كوبايه ميه بالظبط، ممكن ياخد اكتر ممكن ياخد اقل، ده على حسب نوع الدقيق اللي عندنا. بصوا كده هنا كده العجينه بقت تمام خالص، ما عملتش اي شق معايا، طالعه كده العجينه مظبوطه وتحفه جدا. هنبدا بقى ان احنا نشكلها. طبعا هنا انا جبت الصاج بتاعي، انا ما دهنتوش سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، لان العجينه اصلا مليانه سمنه لوحدها، فانا هرص على طول من غير ما استخدم سمنه او زيت على الصاج. طبعا انا هنا بوريكم القطعات اللي عندي علشان لسه بختار هشتغل بايه. طبعا القطعات دي انا اشتغلت بيها السنه اللي فاتت وادتني نتيجه كويسه جدا. فبصراحة انا حابة ان انا اغير السنة دي الشكل، شايفين شكلها تحفة جدا. لكن بصراحة انا حابة زي ما قلت لكم ان انا اغير الشكل السنة دي، وهبدأ اشتغل بطبعات او بصمات الكحك العادية بتاعتنا بتاعت امهاتنا بتاعت زمان. بصراحة وحشاني جدا وحبيت ان انا اشتغل بيها. هي دي يا بنات اللي انا هعمل بيها الكحك بتاعي السنة دي. طبعا بنعمل الكحكايه كل ما تكون صغيره كل ما يكون شكلها اجمل ونتيجتها بتبقى افضل بكتير. طبعا انتي لو حابه تستخدمي اي حشوات استخدمي بقى الحشوات اللي انتي حباها براحتك جدا. استخدمي بقى ملبن، تستخدمي عجوه، اللي انتي نفسك فيه استخدميه. خلاص طبعا هنا دي الكميه بتاعتي كلها. بعد ما خلصتها انا طبعا اول ما بدأت خلاص اشكل ولعت الفرن، لان هي لازم تدخل فرن سخن يا بنات على درجة حرارة 180 رف وسط، واخدتها ودخلتها الفرن اللي عندي. بصراحة النتيجة كانت هايلة جدا. وده الكحك بتاعنا بعد ما خلص وبعد ما جهز معايا. يا ربي الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا. يا رب يبعد علينا وعليكم الايام بخير يا رب، وان شاء الله انا مستمره بيكم ومعاكم وبدعمكم ليا. اقول لكم مع الف سلامه، باي باي.